don't have time. اللوك نار وشرار. اول ما اتخانق معاكي راح رزعك البلوك واختفى، سواء انت مرتبطه بيه او خطيبته. تعالي معايا بسرعه وانا هقولك على اللي فيها علشان ما تتعبيش. طبعا انا بجيب من الاخر. I don't have time. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذ وقتي. الراجل اللي مرتبط بيكي او خطبك بمجرد ما بيتخانق معاكي تلاقيه ما صدق يهرب ويعمل بلوك ويختفي يومين، ده يا حبيبه قلبي بيخلص عطه وبيرجع لك مش حزين ومتاثر ومستنيكي تصالحيه. اي راجل بمجرد ما بيتخانق معاكي او بمجرد ما انتي بتسيبيه او تحصل اي مشكله يقولك ما تكلمنيش لمده يومين، انا نفسيتي تعبانه ومش عايزه اتكلم دلوقتي، انا مش قادره ارد على الموبايل دلوقتي، انا ده كذاب. ده بيكلم واحده تاني في التوقيت ده، فخلاص ما صدق يريح اعصابه ويعط مع مروه واحلام وابتسام وايمان، وبعدين يبقى يشوفك يرجع لك. ما انت كده كده مضمونه وقاعده، سواء كنت خطيبته بتاع من الاخر يخلص عطه يبقى يبص عليكي. فخدي بالك يا حبيبه قلبي، بمجرد ما تتخانقي معاه ويقولك سيبيني في حالي، سيبيني اصل انا نفسيتي تعبانه مش هعرف اكلمك دلوقتي، المكان اللي انا فيه ما فيهوش شبكه، يرزعك البلوك، ولما بعدها بيومين 3 يرجع يفك وانا كنت بربيكي عشان انت غلطتي، انا كانت نفسيتي تعبانه الايام دي وما كنتش حابب اتكلم. ده خلص عطه وخروجاته وحريمه ودنيته ودينه وبدا يرجع يدور عليكي. عارفه ليه؟ عشان عارف انك مضمونه. يعني لو خطيبته عارف ان انت خطيبته ومش هتفسخي. طب لو بتحبيه عارف ان ما عندكيش كرامه فهيرجع يلاقيكي. طب يا امانه اتصرف مع الاشكال دي ازاي؟ ما هو غلطه لابد منها ولازم تتصرفي معاه. فبصي بقى هنعمل ايه يا حبيبه قلبي؟ هيتنبه. بصي يا حبيب قلبي، احنا هنتخانق نمسك في بعض نعمل اللي نعمله، ما تعمليش بلوك وما تختفيش، نرن نسال على بعض، لازم تبقي موجوده، لاني مره في مره مع البلوك هيتلف عليه واحده مش هيعرف يرجع لك تاني، هتاخد مكانك. اسمعيني انا المحتوى ده بتاعي، فتسمعي كلامي وتشتريه. فحتى لو في خصام او اي حاجه لازم تبقي من الاخر. حتى لو في خصام، حتى لو في عتاب، حته انه يعمل لك بلوك ويختفي ما تسمحيش بيها حتى لو هتنهي العلاقه، لان عاجلا اجلا في بلوك في مره، في اختفاء في مره، الشغف هيروح في العلاقه فمش هترجعوا تاني. يا اما هتدخل في مره واحده من اللي بيشقطهم او بيعط معاهم تاخد مكانك فعلا ويحبها ويعجب بيها وتتنسي حرفيا، وساعتها ممكن ما يتفكش البلوك تاني، وساعتها ممكن الخطوبه تتفسخ للنهايه. فانا مش هخلي حد يشغل عقله عليا، انا شغل عقلي على دوله. احنا متخاصمين زعلانين، ما يتعملش بلوك، يا اما انا فعلا هختفي وامشي وفعلا مش هكمل في العلاقه دي. يعني ايه؟ اصل انا نفسيتي امي خالتي، لا هو ده اللي عندي، يا اما خلاص مش هنكمل. لان انت لازم تبقي فاهمه، لو سمحتي مره واثنين وثلاثه ان الاختفاء يحصل كتير في العلاقه، البلوكات تحصل في العلاقه، الاهانه تحصل في العلاقه، عارف ان العلاقه دي مش هتكمل، واحنا ما عندناش وقت للكلام ده. انا قلت لك في المحتوى ايه؟ احنا وي دونت هاف تايم. كلامي انا دهب، مفيش ان هو يبلكك. البلوك ده خطر عليكي انت، شياري النيله.